السلام عليكم. نهاركم كله خير وكله رزق. عموما يعني انا اول مره اعمل فيديو واشيره على الفيس او يعني او على التيك توك او ايا كان يعني الابلكيشن اللي انا اشيره عليه. بس ده لان انا بحب اشياء، يعني في ناس كتير بحبها وبحب اشارك اللحظه الحلوه اللي انا فيها مع الناس اللي انا بحبها. ولان انا طبعا في ناس كتير انا مشفتهاش بقالي فتره، فحبيت اعمل الفيديو ده. انا موضوعي النهارده يعني ملهوش علاقه بالشغل ولا الكلام ده كله. انا كل الموضوع ان الناس طبعا شافتني بقالي فتره كبيره في مرحله تغيير، تغيير جسماني وتغيير معنوي و وقعدت بقالي كده حوالي 4 شهور او حاجه في مرحله تغيير. في ناس فرحانه ليا ومبسوطه وبتشجعني وفعلا دعماني وواقفه في ظهري، وفي ناس الله يعينها على حالها مش عاجبها ده. فاللي مش عاجبه ان انا بتغير للاحسن، ده برضه. وهرجع تاني اقول لك الله يعينك على حالك ويديك على قد نيتك، ويديك على قد نيتك. اما اللي فرحان ليا واللي مبسوط ان شادي بيتغير للاحسن، ف انا بحبك والله و... والف الف الف شكر ان انت داعمني وفي ظهري، وحتى لو بالكلمه الحلوه، حتى لو ان انت حتى على اي صوره ليا بتعمل لايك بس. كفايه كفايه ان انت فرحان ليا، وانا عارف كويس قوي مين اللي فرحان لي ومين اللي عامل نفسه فرحان. فحبيبي، النفاق النفاق ربنا اللي يحاسبك عليه مش انا سايبك تمثل وسايبك تقفل على نفسك. طبعا هنا الناس بيقولوا لي عشان الحسد ما تنزلش فيديوهات. حسد ليه يعني؟ ليه؟ على فكرة يا جماعة اقسم لكم بالله مرحلة التغيير اللي انا فيها دي وربنا ما سهلة. يعني يا ريت اللي بيبص لي بصة حقد، انا اتمنى له ان هو يخش نفس الخطوة وانا افضل في ظهره واشجعه واروح اساعده يا عم، واقف ليه شيال شنطة كمان. الموضوع مش سهل. في نظام غذائي، في نظام غذائي وحش يزعل. بتبقى قاعد في حرمان، بتبقى قاعد عامل زي الكفار. في تمرين صعب صعب، في انك قاعد عضلاتك مش يعني ايدك وجعاك والساعد وجعك وكتفك وجعك والترابيس وجعاك ورجلك وجعاك، والموضوع مش سهل. يعني مفيش حاجه تحسد عليها، مفيش حاجه تحسد عليها. انا مش انا ما طلعتش الساحل ومصور يعني مشاير صوري وانا في الساحل وبرقص مع بنات لابسه بكيني. لا لا، انا خدت خطوه. الخطوه دي حرفيا صعبه صعبه. كون ان انا اخد خطوه كمان ان انا ابطل سجاير، ده موضوع مش سهل. لو عايز، لو بتحسدني اعمل زي، لو قدرت تعملها اعملها، وانا هقف اشجعك وانا هقف اسقف لك. الموضوع كله جاي من عند ربنا مش عندي. لا انا عندي لا موضوع اراده ولا موضوع بتاع. انا فجاه لقيت نفسي ماشي في السكه دي، فجاه لقيت نفسي مش حابب ان انا اصعب على حد، مش حابب ان انا اشوف نظره شفقه في عيون حد. فيا ريت، يا ريت لو
مش هتدعمني حتى لو بالدعاء، حتى لو بكلمة حلوة، لو مش هتدعمني ابوس ايدك ما تحسدني، ابوس ايدك ما تجيبني الارض، ابوس ايدك ما يعني مش قادر، مش عارف اجيبها لك ازاي. انا كل حاجة بعملها بطولة. انا يعني اه انا طبعا في ناس كتير دعماني الحمد لله، يعني اهلي دعمني، والدي، والدتي، اخويا، اولادي، زوجتي، اصدقائي، كابتن بتاعي كابتن محمود النمر. في ناس كتير قوي دعماني. ومش عايز اظلم حد، انا ما جبتش اسمه طبعا. ناس كتير فعلا قوي دعماني، لو هقعد اقول اساميها يعني الفيديو هيبقى ساعة بنتكلم على اسامي ناس دعماني بس. فربنا يبارك لهم والله العظيم. وانا يعني فعلا يعني مش عارف ارد لهم الجميل ده ازاي طبعا. مش يعني اللي مش هقدر انكر فضله عليا برضه بالحاج محمد الشبيني. آه، اخواتي كتير قوي دعمني ومستحمليني، وفي بقى اللي استحمل عصبيتي الفترة اللي فاتت، وفي اللي استحمل الحالة النفسية الصعبة اللي انا مريت بيها، وفي مرحلة اكتئاب دخلت عليها بسبب الدايت المفاجئ والحاجات المفاجئة اللي انا عملتها. لا الموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل. طبعا ناس كتير استحملوا عصبيتي، انا كنت عصبي جدا، وكنت مش عارف انت فجأة دخلت على يعني فجأة دخلت على موضوع يعني تغيير كامل. بطل سجاير، دايت، هوب، رياضة قاسية كل يوميا. طب يعني وفي وسط كل ده طبعا شغلك، مسؤوليات اللي عليك، الكلام ده كله، واحنا اصلا في وقت صعب يعني. فوالله يعني انا حبيت اشكر كل الناس اللي دعماني، وحبيت ادعي لكل الناس اللي بتنافق واقول لهم ربنا يهديكم. حابب في الفيديو ده اوجه رسالة لناس كتير باعوني الفترة اللي فاتت، كتير اوي. بصوا هم يتعدوا على الصوابع، بس انا مسميهم كتير عشان هم كانوا غاليين قوي عندي. فالفرد كان ب100 بس، عشان كده انا بقول عليهم كتير. شكرا لكل اللي خذلني، شكرا لكل اللي باعني. آه... علمتوني درس انا عمري ما هنساه. انتوا اللي وقفتوني على رجلي، مش حد تاني. علمتوني ان انا ما اوقفش حياتي على حد، وان مفيش حد في الدنيا باقيلك. يا جماعة انا في ناس الفترة اللي فاتت هم فاكرين ان انا مش عارفهم، بس انا عارفهم. اذوني، اذوني جامد. مش عايز اقول لكم ان هم ممكن يكونوا كمان اذوني جسديا واذوني معنويا. وفي ناس لجأوا للسحر والاعمال عشان يأذوني، وقعدوا فترة كده أذيني ونجحوا إن هم يأذوني فترة. وأنا مفوض أمري لله، مفوض فعلا أمري لله. أنا اتأذيت منهم مرتين في شهرين، بس على ما اكتشفت إن الأذية كفر
وشرك بالله، ناس لجأت للسحر والأعمال وأنا ما عملتلهاش أي حاجة وحشة. قعدت أعاني حوالي 6 شهور. الكلام ده السنة اللي قبل اللي فاتت، 6 شهور وأنا بعاني. آخر السنة اللي قبل اللي فاتت، يعني في أواخر 21 وفي 22 لحد شهر مثلا 3 أو 4 22 كده، في الحدود دي يعني. فيعني عادي، أنا مفوض أمر لله طبعا، بسبب الأعمال والحاجات اللي اتعملت لي دي. جت عليا فترة كده كبيرة كنت بكلم نفسي والله، يعني كنت يعني الحمد لله، الحمد لله إن ربنا طلعني من اللي أنا فيه ساعتها على خير. وطبعا بشكر الشيخ محمود. الشيخ محمود هو يعني ربنا اللي جعله سبب إن هو يعالجني. وأشكر كل دكتور كان في ظهري، منهم دكتور رمضان، ومنهم دكتور سامح الشبيني، يعني انا بشكر ناس كتير قوي كانوا فعلا في ظهري ووقفوا في ظهري. وبشكر طبعا الحاج محمد الشبيني اللي كان معايا في كل خطوة، ما سابنيش عند كل دكتور وعند كذا وعند كذا، لحد ما فعلا يئسنا يعني، لحد ما في الاخر خالص اكتشفنا ان هو سحر، وان في ناس ما زالت بتلجأ للإلحاد والكفر بالله عشان يأذوا بني آدم، والله ما عمل لهم أي حاجة. فالحمد لله إن أنا وقفت على رجلي، الحمد لله إن أنا فقت لنفسي، الحمد لله إن أنا في مرحلة تغيير عرفتني مين اللي بيحبني ومين اللي بيكرهني، مين اللي معايا ومين اللي مش معايا. أنا يا جماعة لا مؤذي ولا أنا يعني بكره الخير لحد، ولا أنا يعني بكره حد. أنا حتى عدوي بحبه، اللي هو أنا أصلا معرفش مين عدوي، لأن أنا ما بعديش حد، أنا بحب الناس كلها. فعشان خاطر ربنا اللي مش هيدعمني ومش هيقف في ظهري بأي كلمة حلوة، يا ريت يعني يشغل باله بأي حاجة تانية غير شادي. لأن أنا والله العظيم تعبت، وتعبت أوي من الأذية، وتعبت أوي من يعني أنا ما بأذيش حد يا جماعة، والله العظيم ما بأذي حد. فعشان خاطري محدش يأذيني، محدش يلجأ، يعني اللي عايز يأذيني يجي لي وجها لوجه ويعمل معايا مشكلة بس، وأنا هسيب له نفسي يا عم، هسيب لك نفسي، تعالى يا عم، تعالى اعمل معايا مشكله. لكن ليه تاذيني من بعيد؟ ليه تاذيني زي الجبنه؟ ليه تاذيني زي ما احنا عشان في فيديو انا مش عارف اغلط ليه؟ شجاع، بطل، تعالى وجها لوجه، تعالى اديني بالبنيه في وشي، تعالى طالما انت قادر تاذي، تعالى وريني نفسك. لكن تاذي من بعيد لبعيد ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ انا بقول لك وانا متاكد انك بتشوفني دلوقتي بتتفرج عليا، انت اوقح واجبن ما كنت اتخيل. ولو اعرفك والله لعلقك في الشارع واخلي كل الدنيا تعمل عليك حمام، واخلي كل الدنيا تضرب فيك، وتقلعك بلبوس في الشارع، وامشيك لابس قميص نوم. لكن انت اجبن من انك تقول لي ان انت اللي بتأذيني، ان انت اللي ماشي ورايا في كل خطوة، ومش عايزني اعلى، مش عايزني انجح. انا واثق في ربنا ان ربنا ما يعني الحمد لله، الحمد لله ربنا مش رايدني بأي أذية. حتى لو يا ابني قدرت تأذيني يوم 2 3 سنة، بس ربك بعدله طلعني من المحنة. انت قاعد بتغل وبتاكل في نفسك، صح؟
انا ما اعرفش بقى انت واحد ولا واحده، بس والله انت لو واحد ولا واحده وانا عارف انت مين، هاجي هعمل معاك الغلط قدام اهلك، وانت عارف ده كويس ان انا اقدر اعملها. بس انا ما بحبش اتعامل مع جبنة. هدور عليك ليه او انت يا بنتي هدور عليكوا ليه؟ انتوا اقل من كده، اقل من ان انا ادور عليكم. انت خليك اشرك بربنا والحد واكفر باللي خلقك والجأ للسحر والاعمال يا وسخ واذيني، بس انا امانه. وخليك متاكد ان لو عرفتك هفحتك. وللناس بقى اللي بتحبني وانا بحبهم، نهاركم سكر وعسل. وانا والله 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 اسف على ان انا دخلت المواضيع كده ببعضها، بس ايه، بس ويعني انا قلت كله يعني جاي مع بعضه احسن. والفيديو طويل انا عارف ورخم، بس حقكوا عليا، نهاركم زي الفل. بس ثانية واحدة عشان في معايا ضيوف عايزين يسلموا عليكم. ده عرف نفسك. ادم. ادم مين؟ شادي. ايه؟ ادم شادي. عرفي نفسك. أميرة شادي. أميرة شادي. دي أميرة شادي وده آدم شادي، تمام. في مع بس حاجة صغيرة كده، صاحبوا عيالكم يا جماعة، صاحبوا عيالكم. يعني إيه صاحبوا عيالكم؟ يعني أنت دلوقتي نازل الجيم أو نازل النادي هتلعب، خد عيالك معاك، خليهم يلعبوا، خلي عيالك ليهم جسم رياضي، حببهم في الرياضة، عرفهم ان الرياضة هي بيتهم التاني، الرياضة هي عنوانهم، عرفهم ان الجيم النادي هو بيته التاني، علموا ان الرياضة دي بتكون جسم ابطال، عشان تعينوا على عبادة ربنا، عشان تعينوا على طاعة ربنا، عشان تعينوا على الصلاة، عشان تعينك على ايه؟ عشان تعينك على ايه يا أميرة؟ الصلاة. مفيش تهاون في الصلاة، مفيش تهاون في انك تطلع رياضي. نقي الرياضة اللي بتحبها والعبها. شوف ابنك محتاج ايه، بيحب رياضة ايه ولعبه. اوعى تتهاون في حق ابنك، ابنك ليه حق عليك، ليه حق ان هو يطلع صالح عشان يدعي لك لما تموت. هو ربنا مش هيخليك تخلف عيل صالح، انت انت اتخلفت العيل، انت بقى اللي هتخليه صالح. فهمت يا عم الحاج؟ عشان الناس فاهمه غلط بس. ولد صالح يدعو له، انت ممكن تخلف عيل وتخليه تاجر مخدرات انك اهملته وسبته ورايح جاي على الجيم وشايف نفسك وشايف صحتك ونعمتين ام الواد، يولع الواد، تولع البت. لا لا لا، غلط. وفي الاخر تقول انت عيل عاق، انا ابني بيشرب كذا، انا بنتي بتعمل كذا. لا يا حبيبي، انت اللي عملت كده مش هما. احذر، انت في زمن وحش قوي، عيل يبقى قد كده وحياة ربنا يعرف عنك بمليون سنة ويلعبك على الشناكل. فبلاش بلاش بلاش. قول لهم اهتموا بعيالكم، قول اهتموا بعيالكم. اهتموا بعيالكم. انا باخد العيال معايا الجيم وهم حابين كده وبيلعبوا وبيتمرنوا تمرينات بجد. صح يا أميرة؟ ايوه صح يا آدم؟ ايوه. بص يا آدم هلكان ازاي؟ طبعا انا ايه، بننزل الساعة 4 الفجر كده ولا حاجة، نقعد نلعب لحد ايه اما الأذان يدن، أصلي الفجر، وبعد كده ايه، نلعب شوية كمان، انزل استنى لحد ميعاد شغلي واروح شغلي. طبعا ببقى نايم قبل الجيم، تمام، واروح شغلي
وارجع بدري الساعة 8:30 9، انام وبعد كده اقوم اروح الجيم اصلي الفجر وانامش، طبعا اقرا قرآن شوية وما انامش لحد ميعاد شغلي الساعة 8:30 9 واروح شغلي. طبعا انا حابب كده وشايف ان كده احسن لجسمي. في ناس طبعا آه، ماشية بنظام مختلف، ايا كان النظام اللي انت ماشي بيه عاش وانت بطل. بس البطولة الصح ان انت تشد عيالك معاك لنفس الطريق زي ما بتحاول تشد صاحبك معاك لنفس الطريق، وزي ما بتحاول تشد جارك معاك لنفس الطريق. حاول تشد ابنك وبنتك وصاحبهم يا جدع نفس الطريق. هو جارك ولا صاحبك اهم من ابنك؟ اهم من عيلك؟ شد عيلك معاك لنفس السكة، عرفوا ان الرياضة دي ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام. اتفقنا؟ ربنا يخلي لكم عيالكم ويبعد عنهم ولاد الحرام ويبعد عنهم اي حاجة. ويعني انا يعني عايز اقول لكم ان الرياضة دي مهمة جدا. انا ما عنديش حاجة اسمها موبايلات، ما عنديش حاجة اسمها عيل يمسك موبايل وهم اللي عايزين كده. انا ما فرضتش عليهم حاجة. الموبايل ايه يا اميرة؟ الموبايل الموبايل لا الموبايل خطر. الموبايل ايه؟ خطر. ايه يا ادم؟ خطر على المخ. انا ما قلتش حاجة اهو، بيتعب ادم هو اللي قال. وبيتعب المخ. بيتعب المخ وعليه حاجات لا تنفع لكبار ولا صغيرين. تمام؟ حاجات غلط. الدول الأجنبية صح يا آدم عاملاه عشان تخلي الشباب الصغيرين دول ما يفهموش حاجة في الدنيا إلا الحاجات الوحشة. صح يا أميرة؟ صاحبه. صح يا آدم؟ فاحنا بنعمل إيه؟ بنروح الجيم وبنلعب رياضة عشان يبقى إحنا أبطال المستقبل، وعشان مفيش عدو يقدر إيه يجي علينا في يوم من الأيام ولا على بلدي. صح كده يا أميرة؟ صاحبه. صح يا آدم؟ يلا بنحبكم كلنا. تمام؟ قول لهم بحبكم. يلا يا أميرة سلموا عليهم. سلام. بحبك يا آدم. هتبص. بحبك يا أميرة هتبص. يلا حبيبي بص. يلا حبيبي. باي 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 باي. خلاص يلا.